من خلال سؤالك أخ جمال، ونحن نعيش في استقرار اقتصادي أو استقرار سياسي. هذا ما هذا ما يحس به إنسان لما يكون في واد جار ويقول محلاها البرودة، يحس بالكليماتيزاسيون. هو الواد راهو يدي فيه. نحن لسنا في استقرار، لكن أنا كإنسان عايش في الجزائر، وخضت في كتابة هذا كيف أنظر إلى الجزائر، الواقع والآفاق. لا أدعي أنني كاتب، ولا أدعي أنني صاحب نظرية جديدة، لكن قدمت انتقادي للوضع القائم، ولم أكتفي بهذا، بل قدمت أشياء أراها أنا حلول مناسبة، أو على الأقل هي حلول تناقش. على الأقل نرفع مستوى النقاش والخطاب السياسي، ونحط أمور على الطاولة، ونناقش بعضنا البعض ما هو المخرج، ما هو الحل. لأنه الإنسان لما يقعد يبكي على الأطلال ويبكي على الأزمات اللي مرت بها البلاد والاختناق في الشأن الاجتماعي أو الشأن الاقتصادي أو الشأن السياسي أو الحريات العامة أو إلى ذلك، هذا لا يكفي. الإنسان لابد أن يقدم أمور ملموسة، ويقدم أمور حقيقية تخدم الإنسان كفرد، وتخدم الجماعة الذي هو يعيش فيها. لما تقرأ الكتاب وتصفح من البداية إلى النهاية، الجزائر ليست في معزل عن الجغرافيا، ليست يعني جزيرة منعزلة عن العالم، ومنعزلة عن التاريخ، ومنعزلة عن حضارتها، ومنعزلة عن ما يحوط بها من قوى. هي بلد له تاريخه، له الأحداث التي أثرت فيه وتأثر بها. فلذلك الحل يكون دائما في مراعاة كل هذا، وهنا يكمن في الفعل السياسي الحقيقي، أو الذي يمارس مهنة السياسة بالمفهوم الاهتمام بالشأن العام. السياسة هي اهتمام بالشأن العام من أجل تحسين وضع قائم. يكون واضح، السياسة الآن أننا نشوف في بلادنا أصبحت السياسة كأنها توظيف، كأنه إنسان عوض أن يطلب منصب شغل يطلب منصب سياسي ويتوظف على هذا الأساس. هذا خطأ. أنا لو كنت في بلد آخر أموره السياسية يعني جيدة وأموره الاقتصادية مريحة، كنت ما نخوضش في هذا الكتاب، ولا أخوض في الممارسة السياسية. لكن الواقع يعني من فرض الكفاية أصبح فرض عين، أنه هذا الشأن العام هذا ما يجبش نخليه في أيادي ناس رديئة المستوى في الأداء، كي لا أقول شيئا أكثر من هذا. وما يكونش في ناس دائما يرفعون لواء التغيير، وفي الحقيقة هم يريدون فقط قال نحي فلان من منصبه ودعني أكون مكانه. أنا قدمت هذا الكتاب، هي رؤى تعتمد أولا على التاريخ، تعتمد على حضارة هذا الشعب، ترتكز أو لا تعتمد، أقول ترتكز الارتكاز على التاريخ والارتكاز على المقومات الموجودة داخل هذا الشعب، والتعريف بما يدور من حولنا. ومن خلال كل هذا وكذلك ضيف إلى ذلك الوسائل المتاحة داخل هذه الجغرافيا، داخل هذه الأرض الطيبة. من خلال كل هذا قدمت حلول وقدمت مخرج للأزمة التي هي يعني تعصف بنا وتتجاذبنا في من بعد 62 إلى يومنا هذا. أفضل أن أخذ معك لكي أشرح الموضوع. أبدأ بالحقبة التاريخية. لما خضت أنا في التاريخ، نحن لسنا بلد كما ذكرت منفصل عن تاريخه. لما نراجع المنظومات السياسية للدول العربية المسلمة، أنا بديتها في المقدمة تاعي، قلت الحضارة العربية الإسلامية ارتقت، الحضارة العربية الإسلامية تطورت، الحضارة العربية الإسلامية سادت في العالم منذ أكثر من 8 قرون. لكن هناك حلقة ضعيفة جدا في هذه الحضارة العربية الإسلامية، ألا وهي
المنظومة السياسية. المنظومة السياسية هي بدائية كالعصور في القرون الوسطى أو ما قبل ذلك، لأن المسلمين تطورهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي كان يعني هذا التمازج بين الشعوب والدفعة اللي دفعها الوحي النبوي لمحمد صلى الله عليه وسلم خلى الشعوب يعني تتبنى هذا الدين كدين، ومن خلاله أصبحت لهم ثقافة اسمها الثقافة العربية الإسلامية، فتطورت وكان ما لها، كان ابن رشد وكان ابن سينا وكان ابن خلدون لكن في المنظومة السياسية بقينا على حالنا منذ معاوية إلى يومنا هذا، ونحن نتخبط في كيف نسير أو كيف تكون الشورى بيننا أو كيف نستطيع أن نعطي للحكم صبغة مؤسساتية. هذا ما توصل إليه الغرب وفشلنا فيه نحن. المنظومة السياسية عندنا فاشلة منذ معاوية إلى يومنا هذا. الإنسان لما يتكلم لي على منظومة سياسية معينة دائما الإنسان يرتكز على الماضي، بحيث عنده أمثلة، عنده نموذج. احنا ما عندناش نموذج. أنا لا أرى نموذج في الدول العربية الإسلامية سياسيا، لا أرى نموذج. هي كلها يعني مقاربات ونكتفي بذلك. يعني الحكم في يد الملك أو في يد الملك أو في يد الحاكم وانتهى الأمر. ليس الحكم مؤسساتي حقيقي بما هو يعني بمقارنة بما هو موجود في الدول المتطورة مثل أمريكا أو مثل أوروبا. هذا في الشق التاريخي، يعني اربطته بثقافتنا كمسلمين. ضف إلى ذلك احنا شعب عانى ليس فقط 130 سنة، بل عانى قرون من الزمن. احنا شعب عاش هارب، عاش تعبان، عاش خيراته تهدر، خيراته مسلوبة، خيراته يعني هو عايش فقط في الجبال. يعني دائما العدو الخارجي يعني يلصبولي هذه الارض، يعني يخطف خيراتها، ليس فقط من 1830 بل من قرون من قبل. نكتفي فقط بالاربع قرون من العهد العثماني والعهد الاستعمار الفرنسي. يعني احنا دائما عشنا 4 قرون من الزمن وشعب هارب، ولا مرة منذ 4 قرون ولا مرة ارتكزنا يعني واستقرينا وحاولنا أن نخلق لنفوسنا منظومة سياسية واستقرار أمني. ولهذا تلقى الشعب الجزائري لما يتكلم لك يقول هذا رزق البيلك، هذا رزق البيلك، لأنه عنده الذهنية بلي في العهد الأتراك كان يخطف لأنه رزق البيلك، ومن بعد ذلك انتقلنا إلى رزق الكولون، ومن بعد رزق الدولة. لكن لأنه هذه ثقافة سائدة، ثقافة شعبية تعيش من خلال الخطف والهرب، لأنه هو ما تحررش من الداخل بحيث يمكن نفسه من يأمن باللي هناك استقرار، هناك أفق للعمل، ومن خلال هذا العمل إنسان يقدر يربح وتكون له حقوق وواجبات. هذا فيما الشق التاريخي. ضف إلى ذلك أنه احنا هناك واقع، هناك 62. الجزائر كهيئة سياسية بدأت في 1962 كدولة مستقلة، عندها راية رسمية وعندها نشيد وطني وعندها جغرافيا بهذا الحدود. بدأت في 1962 بعد معاناة طويلة. ما العمل الآن؟ احنا في الخمسينية، بمناسبة الخمسينية لاستقلال البلاد، تسمع أصوات يعيبون علينا أننا ما زال. يا أخي 50 سنة هي ولا شيء. 50 سنة في تاريخ البشرية هي ولا شيء. أنا لا أتصور باللي 1962 لما استقلينا راح تعبز على أزر وتعبز على يعني تشابي سور ان بوتون راح تغير الأمور. لا، هي الحرب مع المستعمر انتهت، لكن الثورة لم تنتهي. في كتابي أشرت أنه الحرب مع المستعمر انتهت، لكن الثورة لم تنتهي. لأنه لما تتصفح تاريخ البشرية، على سبيل المثال الثورة الفرنسية، الحرب بين الموالين للملك والجمهوريين لما انتهت، لا جيوتين التي استعملت أثناء الثورة قتلت أكثر من 10,000 شخص ما بعد الثورة.
الحروب الأهلية ما بعد الثورة قاتلت أكثر من 150 ألف شخص. أمريكا نفس الشيء. حبيت يعني نقرب لك المقاربة، لكن بعد نجاح أي ثورة، بعد نجاح أي حرب يا أخي، تبعات هذه الثورة المعاناة راح تبقى، و50 سنة في تاريخ البشرية وهي ولا شيء. الإنسان ما يلزم يفو با ترو ديابوليزي، قال احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا معاناة، احنا أكيد احنا داخلة في سياق بناء الدولة الجزائرية. هذا فيما يخص الشق التاريخي. أنا درت حوصلة للكتاب المراحل، أنا نترك القارئ هو اللي يتصفح الكتاب. لما أواصل أسلسل كلام يعني واصل كلامي من حيث بدأت، قلت باللي الجزائر هي دائما دير في الاعتبار، هي تتأثر بما يدور من حولها. أنا في مشروع كيف أنظر إلى الجزائر، أو في الآفاق، في آفاق المرج الذي أريده للبلاد، أنه التقسيم ليس فقط التقسيم، هي المنظومة السياسية السائدة عندنا هي الأولترا بريزيدنسيال، ولا يمكن أنك تجد حلول للأمور الداخلية المتأزمة من خلال نفس الوسائل. الإنسان لما يحب يلقى حلول لابد أن يغير الوسائل. أنا أرى بالأزمة الجزائر ليست في منأى عن ما يحصل في العالم. نحن الدولة تعتمد على نظام رئاسي محض. هناك برلمان، أنا أقول إنه صوري. أرى هناك عدالة، يقول إنها عدالة، يعني الفرق يعني بين ما هو تشريعي وبين ما هو، ويعني التفريق بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. أنا نشوف بلي كاين خلط فيما بينهما، واقترحت أن المهام تتوزع بين المجتمع المدني وبين رئاسة الجمهورية وبين البرلمان والسلطة القضائية، واستحداث هيئة اسمها المحكمة الدستورية.